يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، بقى ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي. تعالوا ما نعمل واحد هوت موكا بس بطريقه عظيمه جدا وسهله وبسيطه في البيت. كل ده عندنا في البيت. تعالوا ما نعمل موكا اللي بتتباع بره ب 40 وب 50 جنيه نعملها جوه البيت ما تكلفناش 10 جنيه. اول حاجه هنجيب المج بتاعنا وهنجيب ظرف نسكافيه الصغير وهنحط ظرف نسكافيه. بعد كده هنجيب قرفه مطحونه عندنا وهناخد من القرفه مطحونه ربع معلقه قرفه في كوبايه. بعد كده هنجيب عندنا اي نوع شوكولاته ممكن نسيحها في البيت ونحط في معيار معلقه كبيره من الشوكولاته او معلقه ونص كده شويه، تمام او كده. والسكر هيبقى حسب الرغبه، ما نكترش السكر علشان احنا حاطينه شوكولاته. بس انا هحط معلقه سكر واحده. حطيت معلقه سكر. بعد كده هنجيب كراف وهنجيب اللبن بتاعنا وهنحط في الكراف في معيار كوبايه لبن الا ربع، تمام او كده. يعني ممكن نص كوبايه لبن كمان، ما نكترش عن نص كوبايه او ما نكترش عن كوبايه، لان دلوقتي هوريكم احنا هنعمل الهوت موكا بتاعنا ازاي بطريقه جميله جدا وسهله. بعد كده هناخد الكراف بتاع اللبن وهنروح عند مكنه الباريستا وهنمسح كده دراع الستيمر وهنحاول نسخن اللبن بتاعنا. واحنا بنسخن هنعمل فوم لبن. الطريقه هنا ازاي نعمل فوم في البيت واحنا ما عندناش مكنه. هندفي اللبن، هنسخنه بس مش هنسخنه قوي، هندفيه بس يعني ما نسخنوش، هندفي اللبن. بعد كده هنضربه في الخلاط ونسيبه يتضرب شويه هيطلع لنا فوم كتير. تمام او كده. بعد كده نسيب الكراف بتاعنا في اللبن يهدى كده شويه. هنروح عند دراع الستيمر ونمسح ورانا. بعد كده هنجيب المج بتاعنا وعقبال لما اللبن يهدى شويه هنكون احنا ضربنا الخليط كله في بعضه كده. وانا بضربه اتلقيته تقيل فهنحط سنه ميه صغيره خالص بس كده، تمام. ونكمل ضرب بقى. وتمام قوي كده. بعد ما ضربنا الخليط بتاعنا هنفتح الميه السخنه على المج بتاعنا، يعني نص كوبايه وما نكترش عن نص كوبايه بس كده، تمام قوي، حلو قوي كده. بعد كده هنجيب المج وهنقلب كل الخليط اللي احنا عملناه علشان كل حاجه تندمج كده ببعض. هنقلب كويس، بيبقى فيه تكتلات في الكوبايه من تحت، نحاول ان احنا نقلب كويس علشان كل ده يدوب معانا. وبعد ما قلبنا الخليط بتاعنا في المج جامد قوي، بعد كده هنجيب الكراف بتاعنا اللبن اللي احنا سخناه وعملنا بيه الفوم، وهوريكم بقى التكه بتاعتنا تبقى عامله ازاي. هنجيب بقى الفوم كله اللي في الكراف وهنلمه كده كله ونحطه في المج بتاعنا. كل الفوم ده نقدر نعمله في البيت قلتلكوا بس في الخلاط، يعني اللبن يكون دافي ونحط اللبن في الخلاط ونضرب ونسيبه هيطلع لنا فوم كتير. بعد ما حطينا الفوم في المج بتاعنا هنجيب بقى اللبن السخن وهننزل كده فوق الفوم، بس هننزل بالراحه قوي، بالراحه وعلى مهلنا يعني عشان خاطر كله كده اللبن ما يندمجش مع الشوكولاته والقهوه، نخلي كل طبقه تبقى لوحدها. حاجه كده عظمه قوي. ودي النتيجه
واحد هوت موكا بعد ما خلصناه. هو ده الشكل بتاعه النهائي، حاجة كده عظمة وبسيطة، ومش هياخد في البيت مننا وقت خالص. يعني كل الخامات دي موجودة في البيت. وده الموكا السخنة اللي بتتباع بره ب50 و60 جنيه، في البيت مش هيكلفنا 10 جنيه. مش هنسكت على كده، وهنحاول نزين كده من فوق الوش بحاجات بسيطة قوي. يعني شوية كاكاو كده او نسكويك من اللي عندنا في البيت من فوق الوش، ولو في عود قرفة يبقى تمام قوي. بس كده خلاص، حاجة كده عظمة قوي. اللي ما اشتركش في القناة يا ريت تشتركوا بسرعة. ما تنسوش بقى تعليقاتكم اللي بتزيدني شرف وأهمية. وشكرا على حسن استماعكم ليا، وكان معاكم أحمد الشناوي. بس خلاص.